لو انا طالب في كلية علوم الرياضة وعايزة ابقى حكم في اي رياضة بقى، جماعية فردية قتالية، انزل احكم سواء في بطولات رسمية او بطولات ودية، اعمل ايه؟ كل اتحاد مصري، سواء بقى كاراتيه، جمباز، كيك بوكسينج، سكواش، طايرة، سلة، بينزل دورات تحكيم يعتبر مرة في السنة او وقت ما يحتاجوا، ممكن سنة ما ينزلوش على حسب ما هما بيحتاجوا. طب يا كابتن مريم، اقدم فيها ازاي؟ دلوقتي الاتحاد بيعلن، زي مثلا اتحاد مثلا الطاير بيعلن ان هو في دورة تحكيم، الرسوم بتاعتها كذا، سي مثلا 1000 جنيه، انا معرفش حرفيا الرسوم بتاعتها كام، سي 1000 جنيه، في المكان الفلاني مثلا، بتاريخ 1/1. آه، اللي عايز يقدم هيخش على اللينك الفلاني. انا انا هخش املى البيانات بتاعتي واشوف بقى الاتحاد طالب مني ايه، اسال بقى ناس في الاتحاد، اسال الحكام قدام، آه، اسيرش، اسال الامتحان يبقى عبارة عن ايه، هو نظري بس ولا عملي ونظري؟ اغلب الامتحانات عامة بتبقى عملي ونظري. واقدم ان شاء الله خير يعني، وبالتوفيق. كان معاك كابتن مريم صلاح، ما تنسونيش بدعوة. سلام.